انا كمغربي راه كنقابل بمغربيه الصحراء من طنجه للكبيره وعلى خارطه ديال نهضه بركان. ناضوا راكم شفتوا حكموا عليا بثلاث سنين غيابيه، تحط رجلك في الجزائر الحراش ودرتها والله ما نادم. كنقول لكم دابا راه بزاف تيقول لك واش شتي والله دخلتي للجزائر والله راه درتها والله ما نادم بالله. رسالة من مغربي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. هذا السيد هذا محكوم بثلاث سنين ديال الحبس في الجزائر، مزوج بجزائرية وعنده معاها وليدات، وهذا السيد هو أكبر ضحية لمواقع التواصل الاجتماعي. علاش؟ بحيث قال الصحراء مغربية. الخوت الله يجازيكم بخير، مغربي أو جزائري مفروض عليك تبارطاجي هذا الفيديو هذا. اسمع وغادي نرجع نقول لك الرأي ديالي في هذا الشيء هذا. ودابا هضرت في المغرب، هضرت على الصحه والتعليم. دابا في نظرك كنت في الجزائر وقلت باللي المغرب راه احسن من الجزائر في الصحه، كيدوزوا المغاربه كيدوزوا باطل، كتمشي تمرض كدوز باطل. غنبقى في الجزائر في السيف اقسم بالله تاكل راني في الحبس. حتى في المغرب خرجنا هذيك النهار قلنا هضرنا على التطبيع، هضرنا على خرجت قلت لكم راه في الجزائر المستشفيات كندوزوا فابور ما كنخلصوش. هنايا كان عندنا النظام بكري ديال بيبليك كندوزوا فابور. دابا خصك واحد لاميتيال، خصك واحد لامو، خصك هادي خصك هادي سينو كتخلص واحد اللعيبات. المهم في بلادي ونقول ما بغيت وحر في حريه التعبير، وانا عارف هادشي كون هضرت في الجزائر اقسم بالله والدليل راه هضرنا راكم شفتوا كلشي، بارطاجيت معكم كلشي من ا لزد بالاستفزازات وبالتهديدات، بلي فيديو اللي كانوا كيديروا عليا وانا تمايا، بالفيلم اللي كانوا بغاو يطرزوني فيه ديال البرنامج ديال هروب نحو الحياه في قناه 24 نيوز، بغاو يدوزوني في التلفزيون باللي انا ضد بلادي. الله 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 الله، خلي الفيديو يكمل بحالك، سير على الله. وسي بور يا خويا تعرض للاستفزاز هذا استفزاز هذا والله اقسم لكم بالله. عرفتي علاش فرحان؟ اخيرا غادي نتهناو من دوك اليمانيين ودوك السوريين ودوك اللي تيضلوا يدخلوا ما بين المغاربه والجزائر. هاد القناه هادي اخويا اليوتيوبر اللي كتنوض تحط تصوير شي عندك باش يطلعوك شويه المشاهدات، خذ راحتك كتستاد فيديو ديرو عندك والله ما نقص كلاشين ديالك غير ترزق. بغيت لا كان اليوتيوب واخد ماشي كيخودو، ولكن انا فرحان حيت ديك المهله ديال 60 يوم اللي دارها السيد عمي ترامب دارها المغرب والجزائر، قال لهم صافي تهنيونا من المشاكل ديالكم. غادي نتهناو من بزاف ديال المسترزقين اللي ظهر المغرب والجزائر اللي كيضلوا يدخلوا بيناتنا. انا الجزائري ندابز ديال راه غدا غنتصالح معاه، ولكن راه ولاد عمنا ولاد خواننا تما وعائلات حنا بيناتنا متشاركين، والدم والجيران كنتعاضوا بيناتنا وما كنساوش بيناتنا. ولكن انا ما كنرضاش يجي مصري يماني سوري يبدا يعاير في خويا الجزائري. خويا جزائري واخا مدابز واخا حكم عليه 3 سنين على حتى الصحراء المغربيه يبقى خويا، واخا غيجيو لي كومونتير انا غادي يعايروا بزاف وغادي يسبوا بزاف. لا انا عند ربي انا خويا درنا قناه لوجه الله، ما درتهاش انا باش نبدا نتعاطى مع اليوتيوبر الاخرين وانت ولد بلادي ناتاكيك ولا ناتاكي الجزائري ولا. انا واحد اللي كان عندي معاه مشكل حيت خسر الهضره هو مصطفى، السيد مصطفى بونيف بخنونه. هذاك ناض عايرني وهددني بولادي تمايا، وناض شي عاير وتيهضر وعارفو كان تيهددني قبل ما نجي للمغرب. هذاك رديت عليه بطريقه فنيه وما خسرش مع الهضره نهائيا. هكذاك وباقي تنقول الدنيا هانيه ماشي مشكل. هذاك حتى هو خونا جزائري، نهار يهدي الله راه غادي يهدي الله، هو تيعطيوها ايفون تيسكت. المهم الخوت نرجعوا للموضوع الاساسي ورساله للسيد تبون الرئيس المحترم الرئيس المحترم عبد المجيد تبون. يا عبد المجيد تبون حنا حنا خوت، انت قلتيها في الخطابات ديالك الاولى فاش كنت الحمله الانتخابيه ديالك، مشيتي على هذا المنوال هذا كنتي كتقول لي وغنسولوك على الحدود المغربيه، قلتي لي ممكن تفتح واحد الخطره. ولكن السي تبون الا كنتو دابا قبلتوا بهذا، واخا انا راه عارف صراحه العقليه ديال الشعب الجزائري شويه كيشدوا العكس، انعكسنا ما عليناش نديروا هذا عمي ترامب حشمنا منه حشمتو منه تنتوما وتصالحنا، وهذوك الاقمصه ديال نهضه بركان يرجعوا لينا. وهذا المغربي هذا العبد المذنب هذا هذا العبد الضعيف هذا اللي قدامك تسيبريمو له ديك 3 سنين اللي حكمتوا عليها هكذاك ظلما وعدوانا. 3 سنين علاش؟ حيت عبرتي على رايك وعبرت على رايي بكل احترام كمغربي. قلت لكم حنا شنو كنشوفوا حنا حلينا عينا في الصحراء. انا جدودي كانوا في الصحراء، عمامي كانوا في الصحراء، مشى عمامي المسيره الخضراء كبرنا تربينا على هادشي. لا كنت غلط قول لي راك غلط، انا هادشي اللي عارف وهادشي اللي عبرت على رايي. جاو عندي للدار هزوا لابوليس هزوا المرا مشاو اونكيطاوا والو ما قلت حتى شي حاجه. انا ما قلت لا اونتي نظام، ما قلت حتى شي حاجه، عبرت على رايي. بحال دابا البارح فاش قلت لي مرا الجزائر راه فيها الصحه راه مزيانين راه كيدوزوا باطل علينا وهادي ناضوا موراها لي فيديو راكم شفتوا اللي كاين.
المشكل اللي كاين دابا فين هو، فين حاصلين بزاف الازمات دازو من مورا ما جات العوده الرئاسيه ديال السيد عبد المجيد تبون. كانوا المغاربه كيتشدوا اللي حارق مثلا، اللي فات المهله ديال 3 شهور ديالو كيتشد، كيمشي للمركز كيتبوانتا، كيمشي للحدود كيرحلوه. ولاو المغاربه كاين اللي كنعرفهم بزاف، انا تواصلوا معايا عائلات تيقول لي راه خونا كريم عندنا خونا راه في الجزائر راه ما بقينا سمعنا عليه شي اخبار، واش ممكن تقلب لنا عليه؟ تنمشيو تنلقاو في الحبس، تنديروا محاميين كيسولوا في الحباسات، اللي في برج بعراري، اللي في شلف، اللي في هذا، اللي في هذا، كل واحد فيه مشدود بشحال، ب6 شهور، بعام ديال الحبس. كاين اللي دوز 6 شهور وزادوه في الاستئناف ولات عام. والله اقسم لكم بالله العلي العظيم، وراه كانوا عندي المحاضر هنا في التليفون ما نقدرش نبارطاجي معكم لانهم ديال المحامي اللي كان كيقلب على هذا السيد، كنا كنعطيو حقه كيقلبنا على هاد الناس بالاسناوات بكل شيء. كاين بزاف المشاكل وقعوا من مورا هاد القطيعه الدبلوماسيه اللي دامت تقريبا نشوفوا شحال من عام. عرفتوا علاش كنهضر لكم بحال هكذا؟ انا علق في لي كومونتير، سواء كنتي مغربي سواء جزائري، قول اللي بغيتي. انايا كنهضر على باسم العائلات اللي على الحدود بعدا، اللي كتلقى بنته مزوجه في مغنيه وهو في وجده من هنايا، ولا كاين دواور غير من هنا لهنا مساكن وما قادرش يشوف عائلته. كاين اللي 14 عام ما شافتش امها، 14 عام ما شافش باه، بنته مزوجه في الجزائر ولا ولده مزوج هنا في المغرب. ولا انا ما كنهضرش على راسي، انا كنت كنهضر على راسي وخايف باش كاع شي واحد يقول لي والله لا دخلت فيها ولا لا. انا كنت عارف راسي ما كنتش معرض للتهديدات في الجزائر، كاع ما نجي نعبر على رايي. ونتحدى اي مغربي عايش في الجزائر وكيدير لي فيديو يخرج هو في الجزائر ويعبر على رايه، يقول سواء راه قال محمد السادس يا غتكون مغربي يا ماشي مغربي. الا مغربي راه اوتوماتيكمون عندك واحد الفكر كاملين في المغاربه عندنا باللي الصحراء مغربيه في دمنا هذه، حتى واحد ما غادي يحيدنا. الا كنتي مغربي خرج وقولها وانت في الجزائر. الا خرجتي عاودتو شي مغربي هضر بشي فيديو اخر، عارف خصو يلقى شي كيانه في المغرب كتسناه، ماشي من طرفي انا، من طرف بزاف الناس. يا غتكون مغربي في الصف يا غتخرج تكون ضد المغرب يا غتسكت، غتلب بعدا وغتسكت. على اي حال، والله القسم الا شنقول لكم، النفاق ما نقدروش نعيش فيه انا بعدا. جزائري خويا بصح نعبر على رايي في واحد الباب. ترامب الا دخل وفراها لنا زعما بين المغرب والجزائر، عطى المهله ديال 60 يوم، الجزائر سوا غادا تبقى في التعنت ديالها ديال طارش معزه وما غتكون حتى شي حل، وديك الساعه تشوف ترامب شنو غادي يقول لي راسو. يا سياسه اليد الممدوده اللي ديجا خطب بها محمد السادس في 2 خطرات ولا 3 في مناسبات ديال عيد العرش ومناسبات ديال المسيره الخضراء، ومدها الجزائر، ولكن ما كانش رد رسمي من عند الحكومه الجزائريه. الوغ غادي نبقاو نتسناو من هنا ل 60 يوم. كانت شي حاجه فيها الخير، ماذا بيا تكون شي حاجه فيها خير للشعبين، ونطويو في الصفحه ديال الماضي. وحنا خوت، حنا ماشي نبقاوش حنا ضحيه ديال يماني وسوري وفلسطيني ومصري تيحرشوا بينا حنايا. كل خطره ديري عندنا فيديوهات، الاخر تيعاير في المغرب والاخر تيعاير في الجزائر. انا راه قلت لكم راه واخا الجزائر حنا كاع واخا ندابزوا معاكم، هما قلنا حكموا عندنا ب3 سنين، لا خويا راه الجزائري تيبقى خويا، والله ما نبغي يتقاس. وغايجيو الجزائريين في افريقيا في كاس افريقيا، اقسم بالله الا مرحبا بهم على الراس والعين. وبالمناسبه شي هاد لا فيديو اللي درت ديال المسيره الخضراء ديال يا ربي الرايه المغربيه ديال الصحراء المغربيه، وهذه اقسم بالله الا لا بليبار ديال صحابي اللي كيمشيو للجزائر، سواء مغاربه سواء جزائريين عايشين تما سواء لا مواتي نص نص، اقسم لكم بالله حتى كنعيط ليهم ما كيجاوبوش. علاش؟ خايفين الا يكون شي اونكيت ولا شي حاجه على النمره ديالي ويعرفوهم كيهضروا معايا ويشدوهم في الحبس. وغنقول لكم حاجه اخرى، واحد الناس كانوا باين ما نقاوش لكم لي ديتاي باش ما ناديوهمش عاوتاني، تاداو سون فيغ اتونسيون، جاو بانوا معايا في لا فيديو هو ومرتو، اقسم لكم بالله تحيحوا عليهم في الجزائر وصيفطوه هو ومرتو جزائريه، صيفطوهم هنا للمغرب. علاش تبان مع داك السيد؟ وعلاش تقول باللي خصنا نتزوجوا؟ هاني انا راني تزوجت جزائريه ولا اني راني تزوجت مغربي؟ اقسم بالله تجراو عليه من المغرب، لا هو لا مرتو جزائريه. وخير دالي راكم شفتوا داك مصطفى بوني فاش كان تيهدد كاع، داز كاع للزوجه ديالي والولاد، قال لهم هذه بنت حركي وهذه بنت سيده عندها شي 14 ولا 15 شهيد في عائلتها، كنت علاقتي بها مزيانه ولا ماشي هذيك تبقى بيني وبينها، ولكن تنوض انت تحرض عليها الجزائريين. ايماجينوا هذا الخبط فين وصل في هاد الناس هادو.
هادشي علاش قلت لكم اخوت راه كنت تما وكنت مهدد بزاف د الحوايج. المهم اخوت بلا ما نطول عليكم، عندنا مهله ديال 60 يوم غنتلاقاو ان شاء الله. كريم بن عربي مغربي كان مقيم في الجزائر لعقود من الزمن، مزوج بجزائريه وكان عنده معاه وليدات. المحتوى ديالو اللي كان في مواقع التواصل الاجتماعي كيحاول ما امكن يلم الشمل ما بين المغاربه والجزائريين، كيدير شي حاجه اللي زوينه مع اللي خلقوا، كيدير شي حاجه اللي غدا امام الله والمبتغى ديالنا الحقيقي في هذا العالم كامل اللي هو الجنه. هذا السيد كان غادي يلقى الله بانه كيدير شي حاجه اللي زوينه، كيلم الشمل ما بين المغاربه والجزائريين تحت شعار ديال لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد النهار خرج قال الصحراء مغربيه اذا دخلوا معاه في السين والجيم وحكموا عليه ب3 سنين ديال الحبس في الجزائر. انا ما باغيش ندخل في التفاصيل، ولكن كنتحدى اي مغربي مقيم في الجزائر يخرج يقول الصحراء مغربيه. هادشي كاملين كنعرفوه بلا ما نبقاو نكذبوا، هادشي كاملين كنعرفوه. الصحراء مغربيه بيا انا كمغربي او بك انت كجزائري او باي مخلوق على وجه الارض. الصحراء مغربيه بحيث فعلا مغربيه، وبحيث المغرب قادره باش انها تسترجع اي تراب من التراب ديالها. انت كجزائري وانا كمغربي اللي مفروض علينا اننا نكونوا اخوه احبه، خصنا نكونوا تحت شعار لا اله الا الله محمد رسول الله. لان الا توفيتي غدا انت او انا ما غاديش نسالوا على شي حاجه من غير لا اله الا الله محمد رسول الله، ما غاديش يسولوك على واش انت مغربي ولا واش انت جزائري. فالله يجازيكم بخير. الانسان خصو يكون عنده شويه ديال الفطنه ويرد البال، لانني وليت كنشوف شي فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي راه الانسان جهل لواحد الدرجه ما يمكنلكش توقعها نهائيا. فالله يهديكم، رجعوا الرشد ديالكم، رجعوا الرشد ديالكم. الانسان يرد البال، يرد البال ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خصوصا هادو اللي يضلوا يسبوا في مواقع التواصل الاجتماعي. راك ما غادي تلقى لا الجزائر لا المغرب في الاخره. انا كنقولها وتنعاودها، كنقولها وتنعاودها. الله يجازيكم بخير. المغرب قاد بشغله. حنا التربيه ديال المملكه المغربيه الشريفه، حنا مربينا الملوك وكنعرفوا ما لنا وما علينا، وممنوع عليك كمغربي تسب جزائري. لا، حنا ما كنسبوش، حنا ما خاصناش نسبو نهائيا حتى شي واحد. نتناقشوا نتجادلوا باحترام، باحترام الخوت. الله يجازيكم بخير. نقصوا من هادشي ديال السبان وهادشي اللي رائج في مواقع التواصل الاجتماعي. راه واحد النهار ان شاء الله بقدرة السميع الحكيم غادي يتحل هذا المشكل هذا، وغادي تعرف شكون هو الظالم وشكون هو المظلوم. وانا راه بعض المرات كيجيني كنهضر مع شي ناس اللي جايين من شي فضاء ولا في شي مكان من غير كوكب الارض، لان راه الحقائق باينه الخوت. نرجعوا للموضوع. هذا السيد قال الصحراء مغربيه بلادو، المغرب بلادو، حنا مغاربه. الصحراء مغربيه شي حاجه اللي تربينا عليها، التاريخ كل شيء كيحكم ان الصحراء مغربيه. وكنا كنعرفوا الوقائع الحقيقيه اللي واقعه في ذاك المناطق. انا ما كنبغيش نجادلكم في هذا الشيء هذا، علاش؟ احتراما لبعض العقول الضعيفه. الله يهدي ما خلق. المهم الخوت المغاربه الجزائريين اقل حاجه تقدروا ديروا هو الانسان يرجع الرشد ديالو. السبان في مواقع التواصل الاجتماعي تقول شي حاجه زوينه قولها، ما غتقولش سكت، لان اي حاجه قلتيها غادي تحاسب عليها غدا امام الله. كنتمنى تبارطاجيو. خويا كريم بالعربي كل التضامن ليك. شنقول لك اخويا، راه حنا حاسين بك، واي حاجه يعني راك مغربي وراك راجل بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وخويا شنقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا لكم، السلام عليكم.